بتشُك في نَفْسك كتير جوّه علاقاتك وتفضل تسأل نَفْسك 100 مرّة يا ترى أنا صح والّا غلط، يا ترى أنا معايا حق أصلًا والّا لأ، لو بتخاف تكون ظالم اللي قدّامك لدرجة إنّك تفرّط في حقوقك وساعات تتنازل عنها خالص، أو كل شوية تتأذي من نَفْس الشخص وتقابل ناس تانية شبهه تعمل معاك نَفْس الإساءات والتعديات، وأنت مش فاهم أنت ليه بتتعرّض لكل ده. فخلّيني أقول لك النهارده 4 حاجات عندنا كأشخاص مفرطي الحساسية لو ما خدناش بالنا منهم بيتم استغلالنا والتعدي على حقوقنا، بل وبنطلع إحنا الغلطانين كمان. 1 حاجة اسمها فَخ الشفقة على الآخر pity politic لمّا اللي قدامنا يبدأ يصعب علينا خصوصًا بقى لمّا يبدأ يبرر لنفسه أو يبرر لتصرفاته بإنه عنده ضغوط وظروف صعبة، كأن الضغوط والظروف دي مُبرر إنه يسيء السلوك أو كأن هو بس اللي عنده الظروف دي. تاني حاجة الاحتكام الزايد للضمير conscientious tendency دي موجودة عند الأشخاص مفرطي الحساسية لأن الحس الأخلاقي عندهم عالي أوي. فتلاقي إن أنت بقى اللي بتبدأ تبرر للي قدامك أكيد مش قصده، مش ممكن يعمل حاجة زي كده، فتسيبه يتجاوز كمان وكمان. تالت حاجة رغبة مزروعة جوه الsystem بتاع الhighly sensitive people avoiding conflicts أو الميل للمسالمة وتجنب المشاكل، فتبقى جوه علاقاتك كأنك ماشي على قشر بيض عشان ما تزعلش اللي قدامك وتسيب بقى أي حقوق وتتغاضى عن أي تعديات مؤذية حقيقي. رابع وآخر حاجة هي المراعاة الزايدة للآخرين بصرف النظر عن أي أذى حصل منهم، فترجع تاني تساعدهم وتقدم تنازلات وتضحيات عشان هم يبقوا أحسن. وفي ناس بتستغل النقطة دي كويس أوي وتدوس على مشاعر اللي قدامها. ال4 مواصفات دول فارقة في التلاعب والاستغلال في العلاقات، واللي يهمني النهارده في الفيديو ده إنك تعرف إنهم مش ضعف، لكن محتاج تفهمهم كويس وتبدأ تنتبه ليهم جوه علاقاتك، إمتى تستخدمهم وإمتى توقفهم. واكتبوا لي في التعليقات إيه من ال4 مواصفات دي عندك وإزاي سبب لك أذى في أي وقت.